في حلقة مثيرة من برنامج محل نقاش اللي اتعرض على قناة العربية، تم استضافة المخرج خالد يوسف والفنان حسين فهمي في نقاش حامي جدا عن الرئيس جمال عبد الناصر. خالد يوسف اللي بيؤيد التجربة الناصرية قال إن عبد الناصر عمل مجد كبير للأمة العربية، وكان عنده حلم الوحدة العربية والعدالة الاجتماعية حتى لو كانت فيه بعض التعثرات. يوسف بيعتبر إن توجهه اشتراكي إلى حد كبير، أكد إن ما ينفعش نختصر فترة عبد الناصر في هزيمة 67، وقال إن الإنجازات الكبيرة في الصحة والتعليم كانت من أبرز الحاجات اللي عملها عبد الناصر. خالد يوسف قال كمان خلال اللقاء: قبل ثورة 52 كان تعداد سكان مصر حوالي 20 مليون، منهم 19 مليون كانوا حافيين، وبعد الثورة بدأوا يلبسوا جزم. والمقصود هنا إن حصل تغيير كبير في حياة الشعب المصري بعد الثورة. لكن حسين فهمي ما عجبوش الكلام وما سكتش، ورد على خالد يوسف أثناء الحلقة وقال: الرئيس الراحل جمال عبد الناصر مارس سياسة الحزب الواحد واستفرد بالحكم لوحده وبس، والموضوع ده أثر بشكل كبير على عدد من القرارات التاريخية في حياة مصر. العدالة الاجتماعية ما اتحققتش بشكل كامل في عهد عبد الناصر. وبعدين، هل كل الحافيين لبسوا جزم بعد الثورة؟ احنا ما شفتش العدالة الاجتماعية اللي اتحققت وقتها. أما بخصوص قرار تأميم الشركات والأراضي الزراعية في عهد عبد الناصر، حسين فهمي كان عنده رأي تاني باعتباره من الإقطاعيين، وقال إن القرار ده كان غلط، وإنه دمر الاقتصاد المصري، وإن الأراضي ما توزعتش بشكل عادل. لكن خالد يوسف رد وقال: القرار ده كان خطوة كبيرة لتحقيق العدالة الاجتماعية، لأنه خلى الفلاحين يمتلكوا الأراضي بعد ما كانت تحت سيطرة البشوات. الحقيقة أن النقاش كان مشتعل بين الاتنين، وكل واحد كان عنده وجهة نظر مختلفة بتمثل توجهه وانتمائه. لكن السؤال اللي بيطرح نفسه: هل فعلا اللي عمله الرئيس جمال عبد الناصر كان كافي لتحقيق العدالة الاجتماعية؟ وهل احنا وصلنا لأحلامنا بعد الثورة؟ شاركونا رأي في التعليقات.